زهقت من قلية السمك، جايبه لك وصفة سمك حلوة قوي وجميلة، وكمان احلى من اللي انت بتشتريه من بره، احلى من بتاع المطاعم. ما شاء الله جميل جدا وروعة، وكمان مش هتقل تاني في الزيت. هنبدأ مع بعض كده. هتجيبي ليمونية تكوني مقطعة شرايح، وهتجيبي فلفل وشطة، وهتجيبي خضار او كزبرة، وهتجيبي توم. تمام كده. هنضيف كل الحاجات ديت في الكبة كده. وبعد كده هنضيف نص معلقة من البهارات، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون، ومعلقة كاملة من الملح. وبعد كده هنفرمه في الكبة نص فرمة. وهتجيبي بصلاية تكوني فرمها في الكبة فرم ناعم، ونقلب كل المكونات ديت مع بعض. وبعد كده هنضيف 3 معالق من الزيت، هنديلهم تقليبة. وبعد كده هتجيبي السمك اللي انت هتتبليه، طبعا هو ده الحجم الكويس بتاع السمك، ولا كبير ولا هو صغير. وبعد كده طبعا هنقطعه بالسكينه كده لشرايح، علشان طبعا لما نيجي نتبله ندخل التتبيله بين اللحم وبين العظم بتاع السمك. وبعد كده هنجيب التتبيله اللي احنا جهزناها، هنتبل بيها السمك كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الشرايح اللي انا قطعتها كده في السمك كده هنتبل كويس بالتتبيله. هسيبيها نص ساعة لساعة كده في التتبيلة كده تتبل براحتها. تضيفها في التلاجة. لو انت مستعجلة ممكن تعمليها على طول، يعني هي احلى حاجة فيها اللي هي ما بتاخدش وقت في التتبيلة. وبعد كده طبعا بعد ما سيبناها نص ساعة او ساعة كده، هتجيبي الشبكة اللي انت بتشوي عليها، هنضيف كده عليها السمك كده. واهم حاجة تكوني طبعا مولعة الفرن بتاعك، وتكون الحرارة في المتوسط، ما تكونش الحرارة عالية عشان ما تحرقش مننا السمك. احنا عاوزين الحرارة تكون هادية خالص. وبعد كده هنقفل الشبكة. وبعد كده طبعا هنضيفه في الفرن كده. وبعد كده هنجهز الخطوة التانية. هتجيبي لومانية تكون مقطعاها شرايح، وهتجيبي حباية من الطماطمية الصغيرة، وهتجيبي خضار، وهتجيبي معلقتين من الزيت، وهتضيفي بقى التوابل بتاعة السمك. وهنضيف كده طبعا عصير من عصير الرمان كده، بيدينا طعم حلو قوي وشكل حلو قوي. طبعا هنفرم كل الحاجات ديت في الكبه، اهم حاجه تظبط الملح والكمون. وبعد كده طبعا زي ما انت شايفه السمك بدا خلاص اللي هو عاد كويس معانا، وخلينا وش حلو او وش جميل. طبعا على طول هتطلعيه من الفرن، هتضيفي عليه الدقه اللي احنا فرمناها في الكبه. ما شاء الله ممتاز جدا وجميل، احلى واجمل سمك ممكن تعمليه في البيت، من غير بقى شوي ومن غير آلية، حاجه كده مختلفه خالص. ما شاء الله تحفه قوي. اتمنى يكون وصفه النهارده عجبتك، اتمنى منك بلايك وشير، اتمنى منك بدعوه حلوه. مع الف سلامه.